أنا صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وراهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر قلبي نسر، مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم جميعا حضرات الحضور. رحب بكم ثانية، وبعد ذلك أخصص الترحيب بأخي وصديقي ورفيق الرحلة العمرية العلمية منذ عقود طويلة، أخي الأستاذ الدكتور حسن طبل، الأستاذ بكلية دار العلوم. فقد شرفنا اليوم ليناقش هذه الرسالة، وفي الحقيقة يشكر لهذه الرسالة ولصاحبها أنه قدم حسنة ومعروفا لي بأن جمعني بصديقي الذي لم ألتقه منذ سنوات، ونحن نشرف بعلمه وفضله وكرمه ودرسه الذي سيقدمه لنا من خلال هذه الرسالة. وإني أشكره إذ تفضل وقبل المشاركة والمجيء إلى هنا. أرحب بابني وزميلي الدكتور أسامة البحيري، الأستاذ بالقسم في كلية الآداب جامعة طنطا. كما أرحب بأخي وزميلي الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي، الذي شرفت بمشاركته الإشراف على هذه الرسالة. وأيضا نرحب
بصديقنا العزيز الأديب والشاعر وزعيم الكتاب الأستاذ مختار عيسى. أهلا بكم جميعا في رحاب هذه الرسالة التي سيفيد منها الطالب إن شاء الله. والطالب طه محمد أسعد الجمال حصل على الماجستير من قسم اللغة العربية بالكلية، وتخرج قبل ذلك في جامعة الأزهر الشريف، وهو الآن يعمل في مجال الدعوة إماماً وخطيباً بوزارة الأوقاف. وآمل أن يتفضل بتقديم ملخص مركز عن الرسالة في وقت لا يتجاوز 10 دقائق. فليتفضل. ما بلغ المرء ما تمنى وما نال ما يأمله ويرجوه، وأصلي وأسلم على أفصح الناطقين وخير من نطق بالضاد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إليك سيدي أبا الزهراء يا خير الورى، وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالقرآن الكريم عمدة الملة وأساس العقيدة ومصدر الشريعة وروح الوجود الإسلامي كله. هذا القرآن الذي تكفى ربنا تبارك وتعالى بحفظه، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والقرآن الكريم ذو بناء لغوي متين ونظم بلاغي واف يأتيان في مقدمة سمو هذا الكتاب المعجز. لذلك لم يكن مستغربا أن تتعدد آراء الباحثين حول الجانب الذي يمثل فيه إعجاز كتاب الله عز وجل، حيث نال العديد من المؤلفات المختلفة الوجوه من زمن إلى زمان ومن مؤلف إلى آخر. ومن اللافت للنظر أنه لم يحدث خلاف على نظمه المعجز وبلاغته الفائقة التي أعجزت أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان أن يأتوا بصورة من مثله. فكتاب الله نزل بأعظم وأفصح لسان وهو اللسان العربي، ولقد بلغ العناية في كل الوجوه المتعلقة بلغته، سواء في أسلوبه ونظمه أو ترتيبه واتساقه وانسجامه بين ألفاظه وآياته. ومن هذه الوجوه ما تضمنه من تبيين لآياته وصوره. هذا التسجيل الذي يعتبر من أعظم مظاهر انسجام النص القرآني وتماسك بنائه وإحكام بنيانه وتناسب أجزائه. والتذييل في كتاب الله عز وجل من أهم الوجوه، حيث يزخر كتاب الله هذا الفن التذييل الذي جلب روعة التصوير وجمال البيان والقدرة على تسهيل الحفظ وتصوير المعنى واختزاله وتأكيده. وفن التسجيل له مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة. من أجل ذلك اهتم علماء البلاغة والأدب اهتماما كبيرا، ومن هنا كانت الرغبة في تناوله وإبرازه وبيان قيمته في السور المكية والوقوف على معناه من خلال السياق الوارد فيه ومدى مساهمته في انسجام وتماسك النص القرآني. لذلك كان عنوان البحث التذييل وأثره في التماسك النصي في السور المكية أنموذجا. أما عن أسباب اختيار الموضوع فهي تعلق موضوع الدراسة بكتاب الله عز وجل، حيث يبحث جانبا من جوانب إعجازه وبيان الإعجاز البياني الذي ينتظم في القرآن الكريم كله. وكثرة استخدام القرآن الكريم لهذا الفن البلاغي مما دعاني البحث عنه. والتذييل تطرق له العديد من المفسرين في تفاسيرهم عند الآيات التي اشتملت عليه، مما يدل على الأهمية الكبيرة له.
وأهداف البحث تتمثل في بيان أثر التذييل للتماسك النصي في الجملات الطالبية والجملات الإنكارية، وبيان أثر التذييل للتماسك النصي في الأسلوب الإنشائي والأسلوب الشرطي، وبيان أثر الإحالة في تماسك النص القرآني. وتكمن أهمية البحث في بيان أثر التماسك النصي بوصفه بؤرة التلاحم بين أجزاء النص القرآني، وبيان أثر الجملات التذييلية في المعاني القرآنية، ودراسة التذييل وأثره في تماسك النص القرآني في السور المكية. وتتحدد الدراسة بتناول السور المكية أنموذجا. وأما عن منهج البحث فيتدخل في هذا البحث مجموعة من المناهج، منها المنهج الاستقرائي والوصفي، حيث يكون الغرض وصف الظاهرة وتحليلها بعد حصر المفردات وتتبع القضية. وتتمثل خطة البحث في 4 فصول، ويندرج تحت كل فصل مباحث يسبق ذلك كله مقدمة وتمهيد، ويعقبهما خاتمة، ثم المصادر والمراجع. أما المقدمة فتشتمل على الكلمات المفاتيح والتذييل، التماسك النصي، السور المكية، وعددها 87 سورة. وأما التمهيد فيتناول التعريف بالتذييل ونبذة تاريخية عن مصطلح وأنواع، وتعريف التماسك النصي وأدواته، وتعريف السور المكية وحدودها وخصائصها. أما الفصل الأول فيتمثل في علاقة التذييل ببعض ألوان البديع في القرآن المكي وعلاقته بالتماسك النصي، ويشتمل على 5 مباحث. المبحث الأول التذييل بالتتميم وأثره في التماسك النصي القرآني، والثاني التذييل بالتكميل وأثره في تماسك النص القرآني، والثالث التذييل بالاعتراض وأثره في تماسك النص القرآني، الرابع التذييل بالإيغال، والخامس التذييل بالتكرار وأثرهما في تماسك النص القرآني. وأما الفصل الثاني فعنوته بعنوان التذييل بالأسلوب الخبرية، أي الجملة الابتدائية وأثره في تماسك النص القرآني، ويشتمل على مبحثين. أما المبحث الأول التذييل بالجملة الابتدائية وأثره في التماسك النصي، ويشتمل على قسمين. أما القسم الأول التذييل بالجملة الاسمية، ويندرج تحتها الجملة الخبرية الاسمية المثبتة التي خبرها مفرد، والجملة الخبرية الاسمية المثبتة التي خبرها جملة، والجملة الخبرية الاسمية المثبتة التي خبرها شبه جملة. والقسم الثاني التذييل بالجملة الفعلية، ويندرج تحتها التذييل بالجملة الفعلية الماضوية، والتذييل بالجملة الفعلية المضارعة، والتذييل بالجملة الفعلية المبنية المجهول، وجملة الفعل الناقص. المبحث الثاني التذييل بالجملة الخبرية المنفية، ويشتمل على قسمين. القسم الأول التذييل بالجملة الخبرية الاسمية المنفية، وهي على نوعين. النوع الأول نفي الجملة الاسمية بما، الثاني نفي الجملة الاسمية بلا. وأما القسم الثاني التذييل بالجملة الخبرية الفعلية الابتدائية المنفية، وهي على 3 أنواع. الأول نفي الجملة الفعلية بما، الثاني نفي الجملة الفعلية بلا، الثالث نفي الجملة الفعلية بلم. وأما الفصل الثالث فعنوته بعنوان التذييل بالأسلوب الخبري وأثره في التماسك النصي، ويشتمل على مبحثين. المبحث الأول التذييل بالجملة الطلبية، ويشتمل على قسمين. القسم الأول الجملة الخبرية الطلبية المؤكدة بأداة وصورها 3: التوكيد بأن، والتوكيد بقد، والتوكيد بحروف الصلة الزائدة. القسم الثاني وعنوته بعنوان الجملة الخبرية الطلبية المؤكدة بأسلوب القصر، ويشتمل على طرق، منها النوع الأول العطف بلا،
وبل ولكن. النوع الثاني النفي والاستثناء. النوع الثالث القصر بما. النوع الرابع القصر بتقديم حق التأخير. وأما الفصل الرابع فعنته بعنوان التذييل بالأسلوب الإنشائي والشرطي وأثرهما في التماسك النصي، ويشتمل على قسمين. أما المبحث الأول التذييل بالأسلوب الإنشائي ويشتمل على قسمين: الإنشاء الطلبي ويندرج تحته أسلوب الأمر وأسلوب النهي وأسلوب الاستفهام وأسلوب النداء. القسم الثاني الإنشاء غير الطلبي ويندرج تحته أسلوب المدح وأسلوب الذم وأسلوب الرجاء وأسلوب الدعاء. والمبحث الثاني التذييل بالأسلوب الشرطي ويشتمل على أدوات الشرط إن ومن ولو. وأتبعت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج، وهي تحليل المعنى اللغوي والاصطلاحي بصورة دقيقة للتذييل، تعريف التماسك النصي وذكر أدواته وعلاقته بالتذييل في النص القرآني، تنوع الأسلوب الخبري في القرآن المكي ليشمل الجمل الابتدائية والطلبية والإنكارية وذلك بحسب حال المخاطب. جملة التذييل جملة مستقلة بنفسها من خلال كينونتها المستقلة ووصفها فنا مستقلا بذاته. ويقول الله تبارك وتعالى: فزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي ومعلمي ووالدي الأستاذ الدكتور حلم محمد القاعود، أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب جامعة طنطا، على حسن تقرمه وتفضله معي. وأستاذي ووالدي ومعلمي الأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي، جزاهم الله عني خير الجزاء. وأشرف كل من ساهم في هذه اللجنة الموقرة: أستاذي الأستاذ الدكتور حسن جاب طبل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وأستاذي الأستاذ الدكتور أسامة محمد البحيري، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية جامعة طنطا. كما أشكر كل من لبى الدعوة ومن ساهم في إتمام هذا البحث ولو بشطر كلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذا. وإن كان هناك تقصير أو ذلل أو خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان توفيق فمن الله تبارك وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. التزامي بالوقت المحدد، والآن جاء دور الحساب، ونسأل الله أن يكون خفيفا عليه وأن يفيد منه. ونبدأ بصديقنا العزيز وأخينا الكريم الأستاذ الدكتور حسن طب، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحق إن لساني عاجز الآن عن التعبير عن دواعي سعادتي في هذا اللقاء الذي أشرف فيه بلقاء جمع طيب مبارك، وبصحبة نخبة من الأساتذة الأفاضل الذين أسعدوا بالجلوس إلى جوارهم الآن. وإنها لسعادة غامرة أن أظفر بلقاء أخي الحبيب أستاذ الدكتور حلم القاعود، الذي لو جلسنا أنا وإياه نتذاكر ما كان بيننا لا استغرقنا وقت هذا اللقاء تماما، لكني
حقا سعيد برؤيته اليوم، كما أني سعيد حقا بصحبة أخي الأعز دكتور محمد دسوقي، وابن الأعز أو أخي الأعز الأصغر أستاذ الدكتور أسامة البحري. وسعيد أيضا بهذا الطالب الواعد وبموضوعه الجاد الذي يعني يقربنا من زاوية من زوايا بلاغة النص القرآني، ذلكم الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أشكرك يا طه على هذا الجهد المبارك، وأشكر أستاذيك على ما بذل من جهد في إنضاج هذا العمل الجاد المبارك. لكن بعد الشكر يبقى ليس الحساب كما ذكر أستاذ، ولكن تبقى المناقشة الهادئة. وأنا من طبيعتي بعد شكرك وبعد الثناء على جهدك وبعد الثناء على لغتك التي بدت في تقديمك لبحثك، هي لغة إن شاء الله في عمومها لغة جيدة سليمة كما كانت لغتك في البحث، لكن اعتدت أن أقول كل ما في نفسي، هذه عادتي، وما أقول لن يغض أبدا من جهدك ولن يقلل أبدا من قيمة عملك، لكن طرأت لي أشياء إخال أنها طرأت لأستاذيك، وإخال أنهما تعبا معك في هذه الأمور التي سوف أتحدث عن بعضها الآن. لنبدأ في عنوان بحثك، والعنوان مسطور على الاسم. العنوان هو التذييل وأثره في التماسك النصي في السورة المكية أنموذجا. يعني بادئ ذي بدء، كلمة أنموذجا لا دخل لها في هذا العنوان. أنا متى أقول أنموذجا؟ لو جبت العنوان عام وأردت أن أخصص، أن أقول مثلا التزيين في شعر المتنبي وبعدين قصائد السيفيات نموذجا، يعني أنا يبقى كأنني بخصص أو بقلب. لكن أنت عنوانك التزيين وأثره في التماسك النصي في السور المكية، لو حذفنا نموذجا يبقى أفضل. اللهم إلا إذا قلنا بقى التذيين وأثره في التماسك النصي في البيان القرآني، وتيجي تحت بقى وتقول السور المكية نموذجا، يبقى أنت كأنك أنت بتقول الدايرة الأعم وبعدين تبتدي تخصص. أما نقول اعتدنا كده، إنما نموذجا يعني العنوان من وجهة نظري يحتاج إلى تعديل من هذه الزاوية. ثانيا، العنوان قسمان. التذييل هذا قسم، يعني أنك ستقف لتحدد مفهوم التذييل، وبعدين أثر التذييل في التماسك النصي في السورة المكية. خليني أخذ القسم الثاني، أثر التذييل في التماسك النصي في السور. كل بحثك يا طه تبين أثر التذييل في الآية وليس في السورة. هذا ما توقعته على الأقل. أنا قلت الله هذا موضوع سينظر في التذييل ويرى مدى اضطراده أو تناسبه مع السورة كلها، يعني حتى التذييل في فاصلة، هل الفاصلة تناسبت مع فواصل؟ يبقى فعلا أنت بتبين وجوه الترابط في السورة كلها، لكن أنت لم تتجاوز نطاق الآية وليس الآية، بل الجملة الأخيرة مع الجملة السابقة عليه. وده وظيفة التذييل اللي قالها البلاغي. وأنا هسألك بقى الآن في الجزء الأول التذييل. أنا علشان برضو جمهورك يبقى عارف إحنا بنناقش إيه، عرف لي أنت التذييل. أي تعريف تختار؟ التسجيل بلاش من الكتاب بقى، يعني إيه هو التذييل؟ التسجيل هو جملة تأتي جملة. نعم، كويس. تأتي بعد جملة أخرى لتأكيد كويس كويس، يعني جملتان متتاليتان
الثانية منهما في آخر الآية نعم. تأتي لتؤكد معنى سابقته. ووظيفة التسجيل إيه؟ تأكيد. نعم. مش كده يعني جملة أدت معنى حتى قالوا معنى منتهي خلاص. جملة كده ممكن أقف عندها. وخلينا ناخد الآية اللي مشايخك البلاغيين مثلوا بها تقريبا: وقل جاء الحق وزهق الباطل. خلاص. يجي بعد كده يقول إيه؟ إن الباطل كان زهوقا. يبقى الجملة الأخيرة أكدت معنى زهق الباطل. يبقى زهق الباطل تيجي إن الباطل كان زهوقا. وظيفة الجملة الثانية دي إيه؟ تأكيد معنى الجملة الأولى. الجملة الأولى. مش الصورة بقى، أصل أنت قلت التماسك النصي في الصور. لا، هي التسجيل يعني تأكيده موضعي في الآية، ليس في السور المكية. ده الحقيقة طموح يعني استشرفه العنوان ولكن لم تحققه في نطاق البحث. طب بسألك أنا بقى، أليست هناك ظواهر تشبه التسجيل وتقترب معه ولكن هناك فروق؟ فيه طبعا، أنت أشرت. نعم. من هي؟ الفصيلة القرآنية. لا الإطناب. هي الإطناب ده عنوان أعم. نعم. تحت منه التسجيل وتحت منه حاجة تانية اسمها التكميل. نعم. وتحت منه الاعتراض تحت منه الإيغاء. كويس. نعم. بارك الله فيك. نعم. طب هل هذه الظواهر تشبه التسجيل ولا تختلف عنه؟ تشابه معه في أمور وتختلف في أمور أخرى. يعني في خلاف. نعم. في فروق بين التسجيل والتكميل. تعرف تقول الفرق؟ إن التكميل بتبقى الجملة محتاجة، يعني فيها حاجة توهم خلاف المقصود، فيجي التكميل ينفي ما توهمه السامع أو ما يمكن أن يتوهم. أما التسجيل زي ما قلنا جملة تامة، يعني في التسجيل يأتي التسجيل لا ليكمل ولا ليزيل لبسا، وإنما يأتي ليؤكد فقط. ففي فرق. خلاص؟ طب تعالى لي بقى لعنوان الفصل الأول، اقراه كده من عندك، أو هات لي صفحة 233 اللي هي فيها الفهرس 233. أنا يا طه أثنيت عليك ولن أتراجع في ثنائي عليك، لكن هذه أمور كما قلت. نعم يا أستاذ. يعني بدأت التذييل. علاقة التذييل ببعض ألوان البديع في القرآن المكي وعلاقته بالتماسك النصي. نعم. يعني أنت في الفصل الأول هتكلمني عن التذييل بالتجميل والتذييل بالتكميل. التذييل بالتكميل؟ لا، أنا متهيألي الفصل الأول كله ملوش علاقة بموضوعك خالص. لا جاوبني. ماشي يا أستاذ. الفصل الأول دي أمور أنت قلت لي الآن تختلف عن التذييل. طيب ما معنى بقى إنك تجيب لي فصل كامل عن دمج هذا التذييل بالتكميل؟ التذييل بالتكميل، يعني إيه تذييل بالتكميل؟ تكميل المعنى، يكمل المعنى، الجملة أكمله، يعني كان فيه حاجة توهم خلاف الأولى وأتت الجملة يبقى تكميل. نعم. وليس تذييلا. خلاص، أنا ممكن أجيب لك الصفحة علشان بس نتفق. هات لي التكميل. تكميل صفحة كام؟ أنا أجيبها 47. هات لي صفحة 47 ونشوف النموذج اللي أنت جبته. لأن أنت قلت التذييل بالتكميل. لا مش 47 اللي قبل كده. العناوين ده. لا أنا هجيب بس هو ده نموذج بس واحد. التذييل بالتكميل. هتقول لي شوف لي صفحة كام يا شيخ؟ صفحة أستاذنا. صفحة 24. برافو. التتميم. كويس. التتميم أو التكميل؟ لا، التكميل اللي هو الاحتراس. خلاص، صفحة 28. 28. نعم. خلي بالك موضوعك التذييل في السور المكية. أيوة. أنت بتتكلمنا عن التكميل وتعرفوا عند البلاغيين وتعرفوا عند مين وتعرفوا عند مين. المهم لما جيت تمثل في القرآن جبت الآية إيه بقى؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب قبل منها إيه بقى؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب هل بقى لمن شاء؟ قلت بقى لأنه لو اقتصر على قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم
لتوهم معايا نعم. أن الاستقامة لمن أرادها. يبقى الجملة الثانية بقى وما تشاءون إلا أن يشاء الله جاية تزيل التوهم ولا تأكد معنى سابقتها؟ لكي تزيل التوهم. يبقى تكميل. يبقى ايه بقى لازمة انك تجيبها في التذييل هنا وتقول التذييل بالتكميل. يا اخي التكميل مختلف عن التذييل، والآية اللي انت جايبها تكميل وليس تذييلا، يبقى اذا لا دخل لها هنا. انا طبعا ممكن اخد لك الفصل ده كله، نعم. النماذج اللي فيه كلها فيها تكميل وفيها إغال وفيها اعتراض وليس فيها تزيين. يبقى الفصل الأول كله أنا يعني غير مستريح لأنك تضعه في البحث. لأنك أنت عند الإغال لو شفت الإغال وواخد عندك 5-6 صفحات اتكلمت عن الإغال. إيه دخل الإغال بقى؟ إيه دخل الإغال بالتزيين؟ أنت بتكلمنا عن التزيين، وهناك فرق بين الإغال والتدين. فأنت وضعت فصل ما أعرفش أنت بالك التفرقة دي مطلوبة، وأنت لو ما عملتهاش كنت هسألك عنها، بس تبقى في تمهيد. حاضر. تمهد وتقول لي والله التزيين يختلف عن التكميل ويختلف عن الاعتراض ويختلف، وتبين لي اللي قالوا البلاغين قالوا الكلام ده، بس ده يبقى في التمهيد. لكن لما تيجي في رسالة بتتكلم عن التزيين في القرآن ولا في السور المكية ما تجيبليش التكميل وتعمله تزيين. انت معايا؟ مع سيادتك. لا انا اسمح لك ترد عليا. نعم مع سيادتك. وانا سيادتك بتقول لي اساتذه فاضل كله في التمهيد يا استاذ. انا احب اغلق. نعم. استاذن من اللجنه المعقله كده ويعني سيادتك تقول لي حضرتك كل ده في تمهيد اللي هو لا انا ده وجهه نظري. نعم. لا نعم. انا ما بقولش، انا بقول كان ينبغي. كان الاولى بهذا ان يبقى في تمهيد، فصل تمهيدي، لانك انت بتفرق المصطلح اللي انت بتدرسه عن مصطلحات اخرى ربما تلتبس بها. فهذه التفرقه وتفرقه واجبه، بس تبقى في الفرشه اللي انت بتعملها. لكن موضوعك الاساسي التزيين في السور المكيه. نعم. مش كده؟ تمام يا استاذ. طيب انا بس علشان لا اطيل، وانا عارف ان الجو حار وعارف ان المناقشات دي معلش. طيب الحقيقه يا اخي، وانا الحقيقه الملحوظه دي قعدت طول ما انا بقرا رساله استعجب لها، وانت بتقدم دلوقتي بستغرب ايه التقسيمه اللي انت عاملها لي دي؟ ايه التقسيمه اللي انت قسمت عليها البحث. خطه. الخطه. نعم. تقسيم. خلينا برضه في الصفحه اللي احنا 233 اللي هي في الفيرز دي. التقسيمه عجيبه قوي. الجمله الطلبيه اشوف بقى. التزيين بالجمله الابتدائيه. الجملة الخبرية الاسمية المثبتة، وتحت منها الجملة الخبرية الاسمية المثبتة التي خبرها جملة، وتحت منها الجملة الخبرية الاسمية المثبتة التي خبرها شبه جملة. أنا أسألك سؤال، وفي فرق بين وظيفة التزيين في الجملة الخبرية ووظيفته في الجملة غير الخبرية؟ لا، هي الوظيفة واحدة. ولكن لازمة التقسيمة دي إيه؟ لازمة التقسيمة دي إيه؟ طب يا أخي الكريم، إحنا عارفين في البلاغة إن الجملة يا إما خبرية يا إما إيه؟ نعم. يا خبر يا إيه؟ يا خبر يا فعل. لا عفوا. يا خبر يا إيه؟ يا خبرية أو اسمية. لا إنشائية. نعم. مش نعم. كده؟ يا خبرية يا إنشائية. أو خبرية أو اسمية. طب أنت إيه معنى الجملة الابتدائية؟ يعني إيه جملة ابتدائية؟ يا خبرية. جملة ابتدائية، إيه معنى جملة ابتدائية؟ مش خبرية؟ نعم. طب تيجي الفصل الثاني، الفصل الثالث، الجملة الخبرية المنفية. نعم. إيه بقى؟ الجملة الخبرية. ما هي دي خبرية ودي خبرية يا حبيبي. إيه بقى الفرق بين خبرية مثبتة وخبرية منفية؟ وتيجي في المنفية تقول منفية فعلها ماضي ومنفية فعلها ماضي، إيه الفرق؟ تقسيمات. أنا هوريك دلوقتي عملت فيك إيه؟ لا لخبطت معاك الدنيا وانت حريص على الاستقصاء، وانت قلت باخد الاحصاء وتحصي النماذج وتعمل جداول حلوه شكلها جميل زي بتوع الاحصاء كده، لكن انت تخطئ في هذه. وري لك، هات لي صفحه 112 وري لك النماذج اللي انت جبتها واللي هي تقسيماتك ورطيتك فيها.
112. نعم جدول. الجدول ماشي. ايوه الجدول. العنوان ايه بقى؟ جملة جدول يبين التذييل بالجملة الخبرية الطلبية. لاحظ التناقض العجيب. جملة خبرية طلبية. هتنفع دي؟ العنوان ده ينفع في البلاغة؟ جملة في حد ذاتها خبرية وطلبية. ده هم البلاغين لما يقسموا الجملة قسمان، خبر وطلب. بدل ما يقولوا إنشاء يقولوا طلب. أنت قلت لي جملة، يعني إيه جملة خبرية طلبية؟ أنا عارف إيه اللي وقعك في المحظور ده، أنا عارف، بس يقول لي عليه. في جملة خبرية طلبية. أمال الإنشائية إيه؟ ما هي طلبية. جملة خبرية طلبية. تنفع؟ لا يا أستاذ. يعني ايه طلبي؟ انا عارف، قول لي بس ايه اللي وقعك في المحظور ده؟ طلب بطلب. لا يا حبيبي، لا مش طلب، انا عارف انا اللي وقعك. ان البلاغيين لما بيجوا يقولوا في القسم الاسلوب الخبري يقولوا ينقسم 3 اقسام، طلبي، ابتدائي وطلبي وامكاني. ده لازمته ايه؟ ورطك. لان لما تقول لي في العنوان جمله خبريه طلبيه، لا انت جمعت بين ايه؟ متناقضين. بين الشيء ونقيضه في عنوان واحد. طيب ودي وقعتك في مشكله بقى، لان انت حريص على التشقيق. طب هات لي صفحه نمره 3. انت كاتب من نماذج التذييل بالجمله الخبريه الطلبيه. خلاص نمره 3 اقرا الايه. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بجمله خبريه طلبيه. هات لي صفحه 147 بقى. دي إنكارية بقى مش خبرية. ما ننسى المشكله. الله يبارك فيك. شفت بقى؟ ليه يعني انت اللي انا بقوله هيتقال لك تاني. طيب هات لي صفحه 147. لا شوف يا دكتور، هات 147 وشوف. 147. ان ربك سريع العقاب وانه الانعام 165. مش كده؟ جايبها تحت عنوان ايه؟ التذييل بالجمله الخبريه الطلبيه. طب تعالى لي بقى زي ما قال لك الدكتور اسامه، 47. هات لي 3 في 147. الجملة برضك نفس الآية أستاذنا، اللي هو الجملة الإنكارية المؤكد، آيتين في القرآن. مع ان دي في الفصل الاول نعم. ودي في الفصل الثاني. هناك جمله خبريه طلبيه ودي جمله خبريه انكاريه. انت ليه بتدخل نفسك في المتاهات دي؟ ما جمله خبريه وخلاص. عكس او قسيم الخبر الانشاء. يبقى كنت لو قلت جمله خبريه وجمله انشائيه او طلبيه خلاص. انما لذلك انت عملت مشاكل اهو. عملت مشاكل وتجيب الايه في الجدول اللطيف اللي انت عامله في صفحه 112 وتجيبها تاني تحت عنوان تاني. وهنا تزييد بالجمله الانكاريه المؤكده. طب وهناك جمله ايه؟ خبريه طلبيه. ده خلط ولا خلط كبير ولا دقه؟ خلط كبير. مش خلط. لا كبير، لا استنى عليه شويه. الكبير مش كبير. لا ما يسترضينيش، انا راضي بالمناسبه. استاذك بيقول بيسترضيك، لا انا راضي، بس انا الحقيقه ما اعتدت ان كبير. لا ما اعتدت ان ارى شيئا طب هات لي رقم 20. النموذج رقم 20 نفس الصفحة أستاذنا؟ ايوه. لا 112 هي لسه قدامي. 112 انت كاتب تحت الجمله الخبريه الطلبيه ان الباطل كان زهوقا. مش كده؟ اخر حاجه نمره 20 يا طه. نعم. إن الباطل كان زهوقا الإثرام صفحة. ده نماذج للتزيين بالجمله الخبريه. خلاص سيبك بقى. التزيين هنا في القسم الاول في الفصل الاول. طب هات لي 165 كده. 165. ها شوف بقى فين بقى اللي هو قل جاء الحق. فين؟ رقم 8. رقم 8. ايوه نعم. وقل جاء الحق 8. يبقى التزيين هنا ايه؟ وقل. أقول. وبتقول ايه؟ جدول بالتزيين باسلوب الامر. طب البلاغيين اللي قبلك وقبلي قالوا ان التزيين ان الباطل كان زهوقا. احنا قلناها في اول المناقشه. نعم. انت ايه بقى جايب لي التزيين؟ الجمله الايه كلها تزيين. وانا هعرفك برضو ايه اللي ورطك او مين اللي ورطك من مشايخنا ومن مفسرينا. حد كده انت حطيته قدامك وعملته رائدك وقعدت تنقل منه نقل كده بشكل
بدون إن الباطل كان زهوقا ده التزيين. طب إيه اللي خلى بقى الآية كلها وقل جاء، هل دي تزيين؟ قل فعل أمر. هل ده تزيين؟ يعني ده تأكيد، دي جملة تؤكد جملة سابقة، ولا آية دي آية كلها؟ آية كلها. نعم. التزيين فيها إيه؟ إن الباطل اللي هو النموذج الأول. نعم. لكن أنت جايب أهو جدول التزيين بأسلوب الأمر في القرآن المكي بمعناه. يا سلام، أنت عندك عناوين براقة ولعلعت كده قدامك في نظرك. فالحقيقة أنت خلطت خلط كبير، والخلط كده سببه إيه؟ حرصا. أولا الخبر، الجملة يا إما خبر يا إما منشأ. إيه بقى طلبي وإنكاري، والإنكار يتلخبط فيه، ولذلك حصرك ده محتاج يعني معاودة نظر دقيقة. وإذا تمسكت بالتقسيمات دي، لا، عاملة خلط كبير جدا في النماذج. وأنا طبعا الوقت ما يسمحش إن أنا لكن دي نوع من من اللخبطة اللي وقعك فيها محاولة الحصر. هو الحقيقة يعني عايز أبادر وأقول لك حتى في تحليلك للنماذج. في رجل رحمه الله ومفسر كبير، وكثير من شبابنا بيجري وراه جري كده مغمض، اللي هو ابن عاشور. ابن عاشور نعم. الحقيقة ابن عاشور اللي يقرا فيه، الراجل مجد، والراجل غاب في تفسيره سنوات وسنوات رحمه الله. بس انت لما بتقرا عن حد قبل ما تنقل منه شوف مصطلحاته ايه. انت اي كلمه تزيين عند ابن عاشور ما قلتها. اي تزيين، كلمه تزيين، وهو لا يقصد بالتزيين التزيين بتاعك اللي احنا بنناقش فيه رساله الدكتوراه، لا، هو يقصد احيانا التزيين بالمعنى ده، لكن مصطلح التزيين عنده عام. بمعنى ايه؟ وانت جايبها هنا. انا هضرب لك امثله من نماذجك، ويمكن الصفحه مش قدامي. لما يجي يقول انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا، ده في سوره ايه؟ انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. في سوره ايه يا جماعه؟ سوره الانبياء. لا مريم. مريم. تزيد. هو قال عليها تزيد. انت عارف يقول عليها تزيد ليه؟ مش بالتزيين بالمعنى اللي انت فاهمه واللي انا فاهمه والبلاغين فاهمين، لا، تزيين يعني جايه في نهايه قصه مريم، تلاقيها نقل عن ابن عاشور. وانا راجعت نقل عن ابن عاشور بس دون تدقيق للمصطلح. يعني بالله عليك، هل وقليل ما هم انت عاملها نموذج للتزيين؟ هل دي جمله اولا؟ هل دي جمله؟ والجملة تزين جملة قبلها؟ أبدا. والعجيب لو أنت قريت كلام ابن عاشور تجده كلام في منتهى الدقة. هو بيقول إيه؟ ده سيدنا داود بعد عملية الخصومة إياها قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. طيب إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه بقى؟ وقليل ما هم. يسكت هنا سيدنا داود، يسكت، يبقى ختم كلامه خلاص. بقول لك قال كده ليه؟ لكي ينبه الخصمين ويشجعهما لكي يكونا صالحين، لكي يتسم بالصلاح. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يسكت. تيجي الآية بقى تكمل وظن داود، مش هو اللي يتكلم بقى. انت جبت وقليل ما هم نموذج من نماذج التزيين، وهي ليست تزيين، او هي تزيين بس بمفهوم ابن عاشور. نعم. اللي هو ايه؟ جت ختام كلام سيدنا داود وقليل ما هم. يبقى ده كده. طيب لما يجي ابن عاشور ويقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل ده تزيين؟ ده بقول قصة نبي من الأنبياء، وبعدين ما حدث لقومه، وبعدين يجيب جملة تذييلية، يعني يختم، يعمل فاصلة كده. مش تزيين. ليه؟ لأن احنا اتفقنا أن التزيين جملة تأتي لتأكيد جملة تؤدي معناها.
يبقى جملتان مترادفتان على معنى واحد، فتيجي الثانيه تاكد الاولى. انما انت عندك ولقد يسرنا في القران الذكر قلت فيها البدع. انا مش عايز برضو افتح واقلل الصفحات. فانت الحقيقه يعني الجزئيه دي يعني انا بلفت نظرك لها، وممكن تراجع كل مواد كل النماذج اللي انت جبتها دي، وستجد وصدقني نعم. ستجد ان رائدك فيها ابن عاشور، وليس ابن عاشور، لا، فهمك السريع لابن عاشور. انت ما فهمتش كلمه تزيين عنده يعني ايه. هو بيقول لك القصه بتنتهي، تيجي الجمله دي تختم، يعني تذيل، جاءت في ذيل القصه، ادي معنى تذيل، جاءت في ذيل الموضوع. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. هل هذه الايه القرانيه جاءت تؤكد شيئا من الامر؟ فكذبوه فاهلكناهم، ولا كذا انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس فكيف كان عذابي ونذر. طب هل فكيف كان عذابي ونذر دي جمله جاءت ولقد يسرنا لتؤكدها؟ ابدا، جاءت لكي تعمل فاصل بين القصه والقصه. وهو قال كده، ابن عاشور قال كده، قال يعني كأن نهايه غرض وبدايه غرض، فبتدي جمله في خاتمه الغرض السابق ولكي يبدأ الغرض الشاهد. وأنا طبعا لست بحاجة إلى هو كلامه يقول لك تذييل للقصة، يقول تذييل للقصة وأنت تاخدها تذييل بالمعنى البلاغي، يقول تذييل للكلام، تذييل للموضوع، يقول تذييل للأغراض عند الانتقال من أحدها إلى آخر. الغرض ينتهي، يجيب في ذيله يعني في خاتمة جملة، فأنت عملتها تزيين. كله عندك في مثل كله عند الايه العرب كده. طيب أنا يعني أكتفي بهذا وأتوقف معك في بعض أشياء بسيطة، وأنا يعني أرجو ألا أكون قد أطلت. في هذه صفحة باء أنا حاجات بسيطة خالص يا طه. أنا تقريبا قلت الحاجات المهمة اللي أنا يعني اللي طرأت لي. هات لي باء صفحة باء. بتقول لي أسباب اختيار البحث تعلق موضوع الدراسة. لا اثنين، اقرا اثنين. بيان ده سبب اختيارك البحث. بيان الإعجاز البياني الذي ينتظم في القرآن الكريم كله. ازاي يعني؟ ده انت يعني كتزيين طموح قوي يعني. يا اخي على رسلك الله يبارك فيك. لا ده يعني انا عارف. هات لي طبعا لما نيجي نقول الدراسات السابقه يا طه، نعم. انا بقول كده عشان ابنائنا الباحثين، الدراسات السابقه الدراسات الاكاديميه، لكن ما تجيبليش البقاعي مثلا ولا الرازي وتقول دراسات سابقه. لا دي مش دراسات، يعني مصطلح دراسات سابقه يعني دراسات اكاديميه، ماجستير، دكتوراه، بحث، محكم بحث. نعم. دي دراسه سابقه ممكن تعطل موضوعك. انما الكتب والمؤلفات السلف دي ما هيش دراسات سابقه. 36 ودي من النقاط برضو اللي انت يعني مش عارف ابن عاشور، انا اقدره وجميعا نقدره كما تقدره، لكن انت يعني ما اعرفش تقديرك اساء اليه، او يعني حتى مش ضروري، حتى ابن عاشور مش لما يجي ابن عاشور يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، وانت بتتكلم عن الاعتراض، بقول الجمله دي تذليل والواو اعتراضيه. انا مش فاهم والله الكلام ده، نقلته عن ابن عاشور انا ما فهمتوش. يعني الواو اعتراضيه ازاي؟ ومن يوق شح نفسه طبعا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، وهل الواو اعتراضيه؟ يعني مش عارف، يعني حتى على الاقل تتوقف امامها او تتساءل او كذا. والواو اعتراضيه انا ما شفتهاش عند حد تاني خالص الا عند ابن عاشور، وانت نقلت لانك انت مفتون به قوي، وما يعني اقول لك ماشي افتتن به كما تشاء، لكن ما تتعبناش معاك. حاضر. صفحه 40 بقول لك هل انت مقتنع بهذا؟ صفحه 40 معلش في حاجه اللي هو الإغال. نعم. بقول لك ايه
كلام البلاغيين برضه، وكلام البلاغيين كان محتاج وقفه. ما بقول لك وإن صخرا لتهتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فإن معنى البيت يتم عند قولان. فإنه علم. مقتنع بالكلام ده. هو يعني أو هي الخنساء نعم. لما أرادت كأنها أرادت المعنى الذي أرادته كأنه علم، المعنى تم كده، بالنسبة إليه. ولا أرادت البنية التشبيهية كلها. يعني لما يقولوا المعنى، أصل الحقيقة كلمة معنى أحيانا عند بعض علمائنا علماء علم المعاني كان يقصد بها المعنى النحوي، كأنه علم، كأنه اسمه خبر. جملة تامة. أيوه بالضبط كده، بالضبط كده. فأنا ما أجريش وراهم، لأن أنت يهمنا المعنى التشبيه. نعم. فهو ما يتمش إلا في رأسها نار، لأن ده برضه من الحاجات. طيب في صفحة 41 الصفحة اللي بعدها فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أنا الحقيقة أنت بتشرح، طب اشرح كده، اقرا السطرين الأخيرين. بقوله تعالى إذا ولوا فقد تم الكلام وجاءت لفظة مدبرين إغاثا حسنا، وهو المبالغة في إعراض الكفار الذين تشبهوا بالموتى في عدم انتفاعهم بالأدلة الظاهرة، وذلك لأن مطلق التولي ربما قد يكون من جانب إلى جانب آخر، فلما كان التولي بسبب عدم إصغائهم إلى ما دعوا إليه كانوا مدبرين، فحسن تكميل الكلام بهذا الإغال الحسن. والله أنا معاك في إن في مبالغة، كلمة مدبرين ده المعنى يحتاجها، لكن أنت تحليلك أنا ما وصلنيش قوي. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا، الشرط ده إذا ولوا مدبرين، ليه؟ يلا نفسرها. لأنهم لم يمتثلوا أو لم يتبعوا بتعاليم النبي المرسل إليهم. نعم يا حبيبي. لأنهم لم يتبعوا ولم يسيروا على ضرب. لا الأمر أسهل من كده. هو بيتكلم عن إيه؟ عن الصم. هو أصم لكن بيشوف، مش كده؟ نعم. فإمتى بقى يبقى التولي بتاعه كامل؟ إذا اداك ظهره، لأنه لو شايفك، لو اللي بيدعيه هيشوف شفايفه يعرف يسمع. لو شاف، أنت معايا؟ إذا يعني هو أصم أدرى زهرة فعمل كده، مش هيشوف بقى. أدي معنى إذا ولى، يعني اداك ظهره. إذا اداك ظهره مش هيشوف، لأنه لو شايف هيشوف اللسان وبيتحرك ولا حركة كده. فالآية بتقول إذا ولوا مدبرين، يعني الأصم لما يديك ظهره وأنت بتكلمه لا يمكن، إنما لو شاف وهو أصم ممكن يشوف. هي دي ده المعنى. أنا قضية أنت حلقت كده. هم صم اصلا، هم صم ولا يسمع الصم الدعاء، بس الشرط اذا ولوا مدبرين، لانه شايف، اصله اصم لكن مبصر، فلازم يبقى ظهره للداعي، لانه لو وش ليه هيشوف حركات لسانه وحركات شفتيه يبقى يتخيل ايه المطلوب. انما الاصم لما يديك ظهره لا يمكن مهما تقول له. ده الشرط اذا ولوا مدبرين، فيبقى مبالغه في عدم وصول الدعاء إليه. عندك برضو العناوين صفحة 60، هات 60 بعض العنوانات. الحقيقة أنت عنيت نفسك وعنيت بحثك، موضوعك جيد، بس أنت أثقلت كاهنه بالتقسيمات دي. الحقيقة التقسيمات دي والله ما أنا مقتنع بيها خالص، وأنا عارف إن كلكم بتاخدوا من زي ما بيحصل معانا، تاخد الحاجة وتروح بقى تنكب وتسيب أساتذتك يضربون أخماسا في أسداس، يا ترى راح فين؟ وأنت عمال نازل على ابن عاشور وسايبهم. بتقول جدول صفحة 60 يبين التذييل بالجملات الخبرية الاسمية المثبتة التي خبرها جملة في القرآن المكي. طب أنا الجملة الخبرية المثبتة، طب لما يقول إنه لا يفلح الظالمون، دي مثبتة ولا منفية؟ لا منفية بلا نعم. ها؟ منفية بلا. ما دي القضية. أنت عامل في العنوان إيه؟ الجملة الخبرية المثبتة، مع إنه لا يفلح الظالمون.
تبقى شفت العنوان؟ ليه؟ لانك انت هتيجي بعد كده الجمله الخبريه المنفيه كل دي تقسيمات، يعني لو يعني خففت كاهل البحث منها والله ما هتضر حاجه، وانت عملك جيد وعملك ممتاز وكده. لكن انت اصررت على انك قضيه تقسيم الخبر الى ابتدائي وطلبي وانكاري عملتها كانها قاعده مسلمه. ابدا، التقسيمه الاساسيه خبر وانشاء بس، الجمله الخبريه وخلاص. خبريه سواء مثبته سواء منفيه سواء مؤكده هي خبريه، والانشاء خلاص امر نهي استفهام هكذا. خففت الدنيا. انما ده انت شفت النموذج بتجيبه هنا وتجيبه هنا وترجع تاني تجيبه هنا. طيب لا شوف انا الحقيقه لو قلت لك صفحه 134 143 149 172 178 هات لي 172 بس. احيانا بقى بتجيب نماذج ما فيهاش تسجيل، هات لي 172 ناخد النموذج ده بس ونسمع. طبعا انا مسجل صفحات كثيره بس انا لا اريد ان اطيل معه. 172 نعم. قد وجه بين التذيير بالاسلوب النهي في القران المكي بمعناه الحقيقي والمجازي. جمله النهي. طيب فلا تكونن، انا بقول لك في النماذج دي كلها اين التذيير؟ يعني نموذج ما فيش تذيير وانت اثبت. طبعا نماذج كثيره والصفحات قدامي كثيره جدا فوق عن 18 نموذج. بتقول لي فلا تكونن من الجاهلين، ده تذيير. بقول لك أين التزيين؟ أقرأ لك أول الآية؟ نعم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هل الجملة الثانية تؤكد معنى الجملة الأولى يا أخي؟ يبقى مفيش تزيين. طبعا النماذج اللي قدامي كلها 190 و192 و200 و205 إلى آخره. أنت آخر حاجة أقولها لك الخاتمة بتقول النتائج. لما تيجي في النتائج انت ما قلتش نتائج، انت قلت ايه اللي انت عملته؟ قلت حررت مصطلح التزيير، كتر خيرك، بس دي مش نتيجه. انت بتشرح خطواتك اللي مشيت بيها في البحث. فانا من وجهه نظري واستاذن اللجنه الموقره في ان الخاتمه تحتاج الى اعاده صياغه. ويا اخي مش مطالب منك انك تطلع لي 20 نتيجه، كفايه نتيجه، كفايه نتيجتين مثلا تتعلق بمصطلح التنزيل او باثره في القران او في الكلام. يعني ارجو ان اكون قد اطلت، ويعني اختم بما بدات به. انا اثني عليك واثني على لغتك واثني على ادبك واثني على عملك، واتمنى لك التوفيق في مستقبل ايامك، وشكر الله لكم جميعا. السلام عليكم. الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور حسن طبل على هذا الدرس المفيد الذي أتصور أن الطالب سيأخذ به وسيستعين بملاحظاته كلها التي لم يذكرها ليجعل من رسالته نموذجا متكاملا إن شاء الله. وأنا أؤيد أن تختزل الرسالة اختزالا يضعها في مكانها المثالي. الفصل الأول أرجو أنه هو يتحول إلى تمهيد ويختزل ويختصر، بالإضافة إلى مراجعة الأمثلة التي لم تكن على قدر البحث، وبالنسبة للتقسيمات فآمل أن تختزل أيضا ويراعى المصطلح، لأن دراستنا الأدبية بصفة عامة والنقدية والبلاغية والمقارنة تقوم على المصطلح، فلا بد من أن يكون المصطلح واضحا ودقيقا ونلتزم به، لأن عدم الالتزام به يقلل من قيمة البحث.
ولذلك آمل من الطالب أن يعود إلى رسالته عودة جادة وينفذ أو يصحح وفقا للملاحظات التي أبداها الدكتور حسن. والآن ننتقل إلى الأستاذ الدكتور أسامة البحيري ليواصل هذا الدرس المفيد الذي يفيد منه الطالب ويغني ويثري رسالته. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فهذا يوم من الأيام السعيدة والسارة لي شخصيا وفي تاريخ كليتنا، حيث يجتمع أعلام في جلسة علمية لمناقشة موضوع يتصل بكتاب الله الكريم. فشكرا لهذا البحث والباحث الذي جمعنا مع أساتذتنا الأفاضل العلماء، أستاذنا الدكتور حسن طبل وأستاذنا الدكتور حلمي القعود، وأخي وزميلي العالم الفاضل الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي. يعني كما أشكر وجود الكاتب والشاعر الكبير الأستاذ مختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، والزميل العزيز والأخ العزيز الأستاذ الدكتور عهد السيسي، وشكرا لكم حضوركم الكريم في هذا اليوم الكريم. الحقيقة أن الشيخ طه يعني معرفتنا به منذ بداية وجوده في الكلية طالبا في مرحلة التمهيدي ثم بعد ذلك، فنشكر له مثابرته على طلب العلم. الحقيقة هو نموذج في طلب العلم في وقت يعز فيه طلب العلم، وهو يتميز بالدأب والمثابرة والمتابعة قدر الإمكان طبعا يعني، ومحاولة تطوير ذاته دائما، وهذا شيء يحمد له في هذا العصر الذي لا يلتفت فيه إلى العلم يعني كثيرا. فنحمد له مثابرته في طلب العلم ودأبه في التحصيل العلمي ورغبته في تنمية ذاته يعني دائما، ونرجو له في قابل الأيام مستقبلا واعدا ومشرقا إن شاء الله يا شيخ طه. ولكن يعني يا شيخ طه يعني لابد أن نقول يعني أعانك الله ويسر لك وسد خطاك ونفع الله بعلمك إن شاء الله. إنما طلب العلم يقتضي أن تصبر كثيرا وأن تقرأ كثيرا وأن تلم بموضوعك كثيرا، حتى حينما تخرج موضوعا يتعلق بكتاب الله يكون كتابك مرجعا، وبخاصة أنك في مرحلة يعني الدكتوراه، المرحلة يعني شبه الأخيرة. ولكن يعني كل كلام كما يقال يؤخذ منه ويرد، فنرجو أن يسدد الله خطاك وأن يعني ينقح هذا العمل حينما يخرج للجماهير للقراءة الجامعة إن شاء الله. الحقيقة يعني أستاذنا الدكتور حسن طبل جزاه الله خيرا كفانا يعني مؤونة الحديث عن أشياء كثيرة حول وضوح المصطلح في ذهنك. ده شيء مهم، واضح أن العملية فيها ارتباك شوية. مرة أخرى يا شيخ طه بس نكرر يعني سؤال أستاذنا، ما مفهومك أو ما مفهومك للتسجيل؟ ما معنى التسجيل في ذهنك؟ التسجيل كما قلنا هو جملة تأتي لتأكيد جملة أخرى، أي معناهما معنى واحد. ممتاز أوي. نعم. الله يفتح عليك، ممتاز. التسجيل يأتي الجملة الأولى ولا الجملة الثانية؟ الجملة الثانية. متأكد؟ تأكد الجملة الأولى. يعني يجي في الآخر دايما. وربما تأتي في الجملة الأولى. يجي في الآخر دايما. ربما تأتي تكون الجملة الأولى، ربما. بس هو غالبا ما يأتي في الجملة الأخيرة. ماذا تقول؟ غالبا ما يكون في الجملة الأخيرة. التسجيل في الجملة الأخيرة يا أستاذنا. اتعدل. إذا سيادتك عاوز في الأول حط في الأول. الله يهديك. خلينا كده كويس. ماشي.
فهو ده المعنى. ما اعرفش انت اديت امر للكمبيوتر ساعات يجيب لك يمكن القران كله كمان من الاول، تقول له تزيين يا راجل. يعني هو برضه انت وقعت كما اشار استاذنا الكريم في مفهوم التزيين عند ابن عاشور، وهو له مفهوم يعني بالتزيين بالمعنى المعنوي، اللي هي ختام قصه من القصص او ختام موضوع من الموضوعات للبدايه في موضوع اخر، وليس التزيين بمعناه البلاغي الذي يعني تدور حوله رساله او رسالته. تمام يا شيخ طه؟ نعم يا أستاذ. ومن هذا بقى يعني وقع الالتباس، يعني ان مفهوم التزيين ليس واضحا في ذهنك، وهو ان تكون الجمله مؤكده لمعنى الجمله الاولى وتقع الجمله الثانيه في اخر الكلام وليس في اوله. فنجد في الجداول، وارجو ان تنقح يعني كده باشراف يعني كده استاذيك الكريمين، تنقح الجداول يعني كلها تنقيحا تاما، لانك انت تاتي ببدايات الجمل وتقول انها تزيين يعني حتى بالمفهوم البلاغي. ده بداية جملة، كيف يكون كلام تزيين يعني من الزين في الآخر، يعني كيف يعني يقع أو تقع بداية الجملة في التزيين وهي في أول الكلام. يعني هذا ما مرت في ذهنك كده ووقفت مع نفسك كده ولو وافت راجع نفسك، يعني كيف يقع أو تقع بداية الجملة وتكون تزييلا، يعني هذا كثير. ثم الأشياء دقة الجداول أرجو يعني كده أن تراجع. أنا هدي برضو زي ما بدأ أستاذنا بمثال، يعني سأبدأ بمثال. هات صفحة 165 يا شيخ طه. الله يكرمك. 165. جدول يبين التذييل بأسلوب الأمر في القرآن المكي بمعنى الحقيقي والمجازي. حلو، يعني كل الجدول ده حول التزيين بجملة الأمر. جميل. اقرأ كده ولا يا شيخ طه الله يكرمك. قل هل يستوي. فين قل دي بالذمة؟ في قل؟ مفيش، لا مفيش قل. اقرا اللي موجود ما تألفش. هل يستوي الأعمى والبصير؟ طيب بذمتك وديانتك في هنا ريحة أمر في الكلام حتى؟ لا استفهام. نعم ريحة أمر في الكلام؟ مفيش، لا استفهام. عندك برضه لو قالها أستاذنا قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم إلى نهاية الآية. أنت جاي عشان كلمة قل في الأول وقلت لي ده جملة تزيين، وسايب حتى نهاية الجملة لم تورده في الجدول. وهكذا يعني كتير. يعني هنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طبعا هنا الإجماع بمفهومك ومفهوم البلاغين إنه لا يحب المسرفين هو التأكيد لكلمة لا تسرفوا، يعني ما لهاش دعوة بالأمر خالص. ليس لجملة التسجيل اتصال بتاتا بالأمر أو فعل الأمر. فهنا الجداول كلها لابد أن تراجع حسب يعني العنوان الصح. يعني حتى لو يكون هناك تدليس في إيراد الجداول يا شيخ طه الله يكرمك. يعني كده أنت الشيخ طه الموضوع يتصل بكتاب الله، فهذه أمانة. يعني أن يصل شيء يتصل بكتاب الله إلى القارئ وهو ليس خلاص يعني كده. خلاص حاضر. الله يكرمك، لابد أن ترى. تمام يا شيخ طه الله يكرمك، ربنا يوفقك إن شاء الله. نعم. أستاذنا تكلم وإحنا نتكلم برضو في الفهرس. ما عنوان الفصل الثاني يا شيخ طه الله يكرمك؟ هات من المقدمة. تمام. أيوه. التزيين بالأسلوب الخبري. هات صفحة واو في المقدمة من أول. نعم الأسلوب الخبري. جميل. طيب الفصل الثالث الله يكرمك. الفصل الثالث. لحظة. اقرأ. التذيين بالأسلوب الخبري. يا رجل تعال حتى غير. يعني يبقى الفصل الثاني اسمه التزيين بالاسلوب الخبري، والفصل الثالث التزيين بالاسلوب الخبري. يعني حتى شيل اللي وقول التزيين بالجمله الابتدائيه زي ما انت قلت، بس يبقى شيل الاسلوب الخبري حتى لا يتكرر عنوان الفصل مره اخرى. انا بس بقول حتى للتغيير، لان بس ما يبقاش كده التزيين بالاسلوب الخبري وهناك ايضا برضه التزيين بالاسلوب الخبري، يعني فصلان بعنوان واحد وهذا لا يجوز. نعم. ماشي يا شيخ طه؟ يعني تصرف حتى يعني يكون في كده اريحيه. انت اشرت في الدراسات السابقه واستاذنا الدكتور حسن يعني نبه اليك يعني كده لابد ان تاتي
بالدراسات المنهجية والأكاديمية السابقة، إنما ما ورد في كتب البلاغة فأنت ستتناوله في حديثك عن تطور التزيين. الحقيقة أنت أشرت إلى بعض الدراسات وقلت لم أستطع الاطلاع عليها لأنها مش عارف إيه السبب عدم الاطلاع، واطلعت على الملخص. تمام يا شيخ طه؟ أيوة أستاذ. طب لماذا لم تقل ذلك في الرسالة الثانية، التزيين في القرآن الكريم دراسة بلاغية سورة البقرة؟ الباحثة فاطمة الزهراء محسوس. لماذا؟ نعم. هل اطلعت عليها كاملة؟ لا. لا اطلعت عليها كاملة يا شيخ طه. لا. لا اطلعت عليها كاملة يا شيخ طه. الجزائر يا أستاذ. ها؟ الجزائر. ما هي موجودة على النت كاملة. كاملة. ده مش معنى دي قلت لما اطلع عليها اشمعنى دي؟ لماذا موجودة فعلا، موجودة فعلا وطلعتها فعلا. يا رأي موجودة ولا مش موجودة يا شيخ طه؟ ارفع الكلام. موجودة موجودة وطلعت عليها؟ موجودة. الله يكرمك عشان بس موجودة. تبديل. الوحيدة اللي ما قلتش فيها أي حاجة خالص، لم أطلع عليها ولا شفت ملخص ولا رأيته ولا عرفت للموضوع. تمام؟ ليه؟ لأن الملاحظة اللي قالها أستاذنا بتخصيص الفصل الأول لعلاقة التزيين بالفنون البلاغية التكميل والإغاني. نعم. صح؟ أيوه. تبدأ من فوق معزول كده ومحطوطة هنا. بس بتدقيقها يا أستاذ أمين. يعني ما بقول لك يعني بتخلي كده من فصل اللي هي وهي افلحت انها صنعت ذلك في التمهيد كما اشار الاستاذ، انها مهدت للحديث عن التزيين في سوره البقره بعلاقه التزيين بالتكميل والتتميم والايغال. وكمان قالت بقى اللي كان المفروض تقوله، يعني معقول بحث يتحدث عن التزيين ولا تشر الى علاقه التزيين بالفصيله القرانيه يا رجل يا رجل يا رجل الدين يا يعني هي دي بقى تدخلت دي اهم دي اهم حاجه. يعني هي الطالبه فاطمه معزوز اللي انت اخذت امتحان التمهيد منها ذكرت برضه علاقه الفاصله دي، وانا قلت الشيخ طه والف طب اشمعنى خد دي من فاطمه وما خدش الثاني اللي هو مهم البحث، يعني كيف يتحدث عن التزيين في القرآن الكريم ثم نتحدث عن الفواصل وعلاقة التزيين بالفواصل يا رب، زي ما قال أستاذنا اللي هتديك بالجزء الذي غاب عنك أنت بتقوله ولكن لا تحققه، اللي هو علاقة التزيين بالتمسك بالقرآن. أنت بتقول وبذلك تحقق علاقة، أنت بتقول كتير بس ما بتقولش. أيوة أنا عارف، ولكن طب كيف تحقق هذا التمسك يا شيخ طه؟ لا يتحقق. تمام يا شيخ؟ نعم. يعني هنا دي الاضافه ان هو يعني اسهام التزيين في التماسك والنص القراني كان هذا هو الاضافه اللي كنا نعول عليك في تحقيقها. لا تحققها بمجرد الكلام انك تقول وبذلك اسهم التزيين في تماسك والنص القراني. طب فين بقى ازاي تعرفني كيف تحقق هذا التماسك ووصلت التزيين؟ كلام اديله كده الكلمه، انما لما تيجي انت اشرت في بعض المواضع وقلت فتح الله عليك يا شيخ طه، لو كنت تحدثت عن بقيه المواضع كان هنا يبقى رسالتك فعلا تبقى مرجع في موضعها او في موضوعها ومكانها. اتفضل يا استاذ. كتبت له هذا حصل إن الباطل كان زهوقا. هذا التزيين، هذه الصيغة صيغة فعول. تشوف بقى فواصل سورة الإسراء وإزاي إنها جاءت في كم فاصلة، يبقى كده بتعمل تماسك، بتعمل تكرارية هو ده التماسك. يبقى هنا ده أنت يعني تركت ما به صلة وثيقة وموجود في الدراسات السابقة ولم تنبه إليه ولم تشير، يعني لابد أن يضمن بحثك هذا بحثا عن علاقة التزيين بالفواصل القرآنية، لأنه هيحقق كلام أستاذنا وده اللي هو تحقيق التماسك على نطاق الصورة. تمام؟ ماشي حضرتك. ربنا يفتح عليك يا شيخ ويعين. طب الرسالة اللي موجودة في المنيا ديت ما خطفتش رجلك ليها يا راجل وشفتها حتى؟ ده في المنيا مش في الجزائر ولا هنا، موجودة في المنيا وكانت هتفيدك وتساعدك. أو في المكتبة المركزية حتى في جامعة عين شمس لو أنت مكسل على الرجوع إلى المنيا. أو كنت قلت لنا والله كنا ساعدناك في الحصول عليه. فيعني يا شيخ طه احنا كما كنا نكبر فيك حبك للعلم وحرصك على تحصيله، ولكن تمسك بأدواتك من الصبر وكثرة الاطلاع وما إلى ذلك. يسر الله أمرك يا شيخ طه. الله يكرمك. الله يكرمك. الحقيقة يا شيخ طه أنا يعني سأقف يعني على أشياء عامة، يعني لابد أن يعني تنقح البحث حتى يعني كده. في حديثك في تعريفات الفنون البلاغية لا بد أن تعود إلى الأصول
البلاغية. ما شفتها زي ما انت شايفني كده. لما تيجي تعرف لي التكميم والتتميم والتزيين ورا في اي مبحث، ما ترجعش لكتاب اسامه البحيري في علم المعاني مثلا، ولا علم البيان، ولا ترجع لكتاب الدكتور محمد مثلا في فن البيان، ولا يعني معجم المصطلحات بتاع مجدي وهبه اللي ملوش دعوه بالبلاغه خالص، ده معجم مصطلحات. لا، ما ترجع زي ما انت كنت. انت رجعت للسكاكي وللقزويني والعبد القاهر، اللي هي الاصول البلاغيه الام، وتستعين بقى بالمراجع الحديثه في بعض التحليلات والتطبيقات. انما ان تعرف فنا بلاغيا من كتاب حديث هذا خطأ. عيب. ما يلقاه ده يعني قادر ذلك في الرسالة كلها. في التعريفات ارجع إلى المصادر البلاغية الأصيلة، ولا ترجع إلى كتب حديثة، لا كتابي ولا كتاب أستاذك يعني مع تقديرنا له. لا، في التفصيل لابد أن ترجع إلى الكتب الأساسية أو معجم في المناقشة. إنما في التعريف لا، ترجع للأصول ثم ناقش واضح حتى آراء الناس وحلل. وإنما في التعريف الأساسي لا، لأصول البلاغ. هذا في الرسالة كلها طبعا. حاضر أستاذ. أكرمك الله. حاضر أستاذ. أيضا لا تنخدع في كتب مزورة وغير حقيقية. وصلت الرسالة أستاذ. ماشي، مش هنقول عشان ما نرجعش. لا، ده في كمان كتاب تاني. أنت رجعت يعني يعني 3 مرات إلى كتاب بعنوان الفوائد المشوق إلى علم القرآن. هذا كتاب مزور ليس لابن قيم الجوزية على الإطلاق، ولكن الكتاب مطبوع. أيوه، الكتاب مطبوع ومحقق، وهو مقدمة تفسير ابن النقيب، حققه زميلنا الفاضل الأستاذ في دار العلوم تلميذ أستاذنا الدكتور حسن طبل، الدكتور زكريا سعيد الله يرحمه. يعني ليس هناك كتاب بعنوان الفوائد في علم البيان لابن قيم الجوزية، هذا كتاب مزور. إنما الكتاب هو مقدمة تفسير ابن النقيب وطبع محققا. تمام؟ شيخ طه، انت رجعت اليه في اكثر، وهذا كتاب مزور ليس لابن القيم كتابا في علم البيان او البلاغه باسم هذا الكتاب. فصحح على يعني مدار الرساله. ما هو مقرر تاني في صفحه 6 يا شيخ طه. لو في الفارس. هو الفارس طبعا معمول يعني على طول. فارس المراجع برضه انت كاتبه مره. عندنا برضه بعض عيسى العكوب وليس الكعوب صحح. يعني كده ناخد يعني كده اشارات سريعه. طب صفحه الصفحه 10 يا شيخ طه، في نماذج من التسجيل اللي قال لك عليه هو استاذنا، اللي هو التسجيل بمفهوم ابن عاشور وليس بالمفهوم البلاغي. هنا وعدا عليه حقا تسجيل لما سبق. نعم. طب وعدا عليه حقا دي نهايه جمله شفتها؟ وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده. ده لسه الايه طويله بعده. يبقى كيف يكون تسجيلا؟ هو تسجيل بالمفهوم العاشوري كما شرح الاستاذ، اللي هو ختام لموضوع معين ثم بدايه لموضوع اخر. نعم. ماشي يا دكتور، ربنا يعينك. ايضا لا تستسهل في الرجوع الى المراجع يا شيخ طه. هات اديك مثال، هات الصفحه الثانيه 10. ماشي. وصلت يا شيخ طه؟ وصلت. هات كده الهامش الاول يا شيخ طه. ومنه قول الشاعر فدعوا نزال، اللي هو البيت لربيع بن مكروه. البيت في الاغاني وهو الضب مش الظاي، يعني انت بتنقل صح. نعم. طيب هل بذمتك انت رجعت للاغاني هذا؟ البيت في الاغاني فرق الاصفهاني. دار المعارف. هل دار المعارف بذمتك طبعت الاغاني ده في ده، ولا هي العامه اللي بتاخد دار الكتب؟ انت نقلتها منين ما اعرفش وخبطت كده يعني. لا العمل الكتاب. الله يكرمك الله يكرمك. يعني كده لما تيجي تستوثق في النقل في المراجع بالذات عين بس ده هذا الكتاب سيصدر للجمهور يا شيخ طه. راجع ذلك يعني كده مراجعة جيدة. لا ده كان من الكتاب بس مش طبعا. انا اقول لك يعني ربنا يسهل له الشيخ طه. يلعب رياضة الاسماء ده.
نعم. عبد الجواد الأصمعي ده من مصححي دار الكتب في طبعة دار الكتب. اسمه كده فعلا؟ عبد الجواد الأصمعي أيوه، بس كان من مصححي دار الكتب في طبعاته سنة 21. من المصححين يعني مش المؤلف بس. لا مش المؤلف. هنا زي ما قال لك أستاذنا علاقة التسجيل بالفنون البلاغية تمهيد، واستبعد ايضا الاعتراض لانه ليس له علاقه بالتسجيل. الاعتراض يكون قبل نهايه الجمله فليس للتسجيل علاقه به ابدا. ماشي يا اختار اكرمك الله وربنا يعينك. في لا مسجله. هات صفحة 21 كده يا شيخ طه. 21 ايوه في الاعتراض. نعم الاعتراض. ايوه كده رابعا الاعتراض في كلام كده. كل كلام ادخل فيه لفظ مفرد او مركب لو اسقط لبقي الاول على حاله. ايوه كمل بقى. وليس الكلام على ما ذهب. ايوه خطأ مطبعي. طيب على ما ذهب اليه ابن الاثير. ماشي يا شيخ طه. يعانك الله. هات الصفحة 25 يا شيخ طه. احنا كما قلنا. انا بس عندي اعتراض على ايه؟ اتفضل. في الاعتراض ده. نعم. يعني كلام ابن كثير وليس الكلام لا ايه؟ لو اسقط لبقي الاول على حاله. نعم. الاول على حاله بالنسبه للتركيب المادي بتاع الجمله. تمام. انما لا يمكن ابدا يبقى على حاله في المعنى العام. لا طبعا اللي بيفيد الا بعد الجمله الاعتراضيه. جميل. طبعا ما الاعتراض بيحقق انا عشت ابن اسير في دراسه بديله عما ذكره البلاغيون. يا ريت خد من الدراسه بتاعك واستفاد بيها. ما كانش فاضي يعني. 25 لان لا نتهاون في النص القراني يا شيخ طه. نعم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. تمام. هذه النحل الايه 97 صحيح. ايه بقى ما بعدها يا شيخ طه؟ اللي بعدها ولا يجزين الذين صبروا. برضه صبروا. ولا يجزين في قراءة حفص برضه يجزين ولا يجزين. ولا نجزين يا شيخ طه يا امامنا الله يهديك. ولا نجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. طب النحل برضه 97 يعني الاولى 97 دي برضه يعني ايتين ايه داخلين في بعض ولا ايه؟ تراجع دي 96 اللي هي اللي قبلها اللي ديت هذه الايه تؤكده. يعني بس عشان بس النص القراني يجب ان يضبط ويحقق. نعم. تمام. صفحه 26 يا شيخ طه. ماشي يا استاذ. الله يكرمك. 26. انت تحدثت عن القسم الثاني التتميم اللفظي والكلام واضح ان في كلام محذوف او ضيع منك او كده. لا احنا شلناه. شلتاه؟ باللي شلناه يعني انت؟ يعني كلام كده واضح ان في كلام كتير متشال او حاجه سطر واحد والباقي ابيض. اكرمك الله يا شيخ طه واعانك. صفحة 30 يا شيخ طه الله يكرمك. ايوه تمام. نعم. اللي هو بديك مثال يعني في كلام انت يعني اقول لك ايه الكلام بيريح زي ما بيقولوا يعني انما تحقيق الكلام لا يكون. يعني اقرا كده وما تشاء ان شاء الله رب العالمين. السطر الرابع من اسفل او نقول ايه من السطر الخامس من اسفل من اول الاستقامه لمن ارادها. الاستقامة لمن ارادها. فكانت الآية الأخيرة من السورة تذييلا وقد جمعت هذه الآية الكريمة بين كل من التذييل والتكميل. مما كان له أثر قوي في تأثير في تماسك النص القرآني. جميل حلو. ايه الاثر القوي ده يتحقق ازاي؟ بايه؟ باي ادوات؟ انت بتقول انما بتيجي تفسر على طول بقى الرساله يعني مواضع قليله قوي اللي كلمت فيها يعني كده واستفدت فيها من استاذك بالتاكيد اللي هي لما تقول لي الحاله والضمائر يعني شممت عن استفادتك من استاذك فيها الحقيقه بعض المواضع. انما هنا انت يعني دائما او لا كثيرا ما تقول وقد اسهم التذييل في تحقيق التماسك القراني وكل شويه واستنى كاتب برضه كيف وانا اقول لك كيف يا شيخ طه وضح لي
عرفني حاضر. بالإحالة، بإعادة الإحالة إلى سابقة، بأداء. الضمائر إلى آخره إلى آخره. وضح كده ولو سطرين يا راجل. حاضر. تمام. ماشي. يعني حتى تكون الرسالة مقنعة. ده بس مثال على اللي احنا بنقوله، ان انت غاب عن هذه الرسالة ما وضعته في اللي هو التماسك النص. كيف احقق التسجيل بالتماسك؟ هو تحقق بان انت قلت تحقق، انما بقى ازاي تحقق؟ كيف تحقق؟ هذا ما انا والله بقى بعض المواضع انا شممت فيها استفدت منك، ما انا اقول لك انما استاذنا الدكتور محمد عمل لي نموذج وصرت على لا ما صرتش. هو النموذج ده خدته ولما انت يعني كده النموذج ده خدته واثبته، وبقيه النماذج قلت تحقق بس بالكلام، انما كيف وطبقت يعني هذا لم يتعب. فنرجو يعني ان تفيد من نماذج استاذك. الله يكرمك. حاضر يا استاذ. ماشي يا اختار، ربنا يعينك. حاضر يا استاذ. ابن شويه مثلا كده نقول ال 53 كده يا شيخ طه، او 45، هات 45 واحنا ماشيين كده. نعم. أيوة. احنا قلنا يا شيخ طه يعني طلب العلم له ادوات. نعم. الدقه والامانه والصبر. اقرا كده البيت الاخير. فيا قبر معن أيوة. أنت أول حفرة من الأرض خطت ايوه للسماحة مضجعي. مضجعة. انت غلط. وبرضه البيت اللي وراه كده يشطها. ويا قبر معن. ويا قبر معن كيف واريت جوده. نعم. وقد كان منه البر مرتعا. البر والبحر كمان مطرعا. انت البيت انت دغدغته خالص في النقل. دقق وكن امينا في النقل يا شيخ طه. الله يكرمك. راجع لان انت يعني كده بوظت الابيات الجميله بتاع معنى بن زايد او الحسن بن المطير في رساله معنى بن زايد. طيب هنا وقد ياتي التكرار للتوجع. فيا قبر معن ويا قبر معن. التكرار جاء في اول البيت ولا في اخره يا شيخ طه؟ في اول البيت. طب ما صلته ذلك بالتسهيل؟ هو بيتكلم عن التكرار. ما انا عارف اقول لك يعني انت بتقول علاقه التكرار بالتسجيل. هنا التكرار في اول كلمتين في البيت. يا قبر معنا يا قبر معنا يا قبر. طب فين التسجيل؟ انا بدور بقول لك اين صله ذلك بالتسجيل؟ لا وصلنا هنا التكرار التوجع تحصل فقط. طيب انت بتتحدث لست معنيا بالحديث عن التكرار في ذاته، انت تتحدث عن صله التكرار بالتسجيل، وهنا في اول الكلام فلما في نهايه الكلام. ماشي يا شيخ طه، ربنا يعينك ويقويك. معاك يا استاذ اتفضل. طيب عندنا صفحه 53 يا شيخ طه. 53. ايوه يا استاذ 53. يعني كما يعني قلنا اللي هو النماذج احنا قلنا الجداول ليست يعني مثلا على سبيل المثال رقم 8 يا شيخ طه. 8 والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انت جبت لي اول الايه اللي ما فيهوش تسهيل وسبت لي اخر الايه ما جبته. يعني فحدد ونقطع ومش لازم يعني تعم المواضع كلها. خد ما يتناسب صدقا مع موضوعه واثبته. واللي على طول الجدول يعني. طبعا صفحه 66 يا شيخ طه برضه نفس العمليه، برضه ان انت بتجيب حاجات ليست متصله بعناوين الجداول. خلاص انا عداه ونقح بقى الجداول كلها اكرمك الله. نفس العمليه الجداول كلها فيها مشكله كبيره عندك ان انت اتيت باشياء ليست في التسجيل ابدا. هات صفحه 120 كده يا شيخ طه. 120. يلا نمشي كويس شويه. حاضر يا استاذ. 120. تمام؟ تمام يا استاذ. اهي بقى من المواضع التي نقول انت احسنت فيها يا شيخ طه، ربنا يحسن اليك. وفي الآية قد خسر الذين قطعوا الضمائر المتصلة كلها مطابقة لللفظ المحال كذا كذا. اهو ده كلام ده اللي احنا عاوزينه بقى، يعني كيف تشير إلى تحقق التماسك فعليا، مش تقول إن هو تحقق التماسك بالعافية كده بدون ما تباشر. يعني على هذا فكس. حاضر. تمام؟ حاضر يا استاذ. ما جاي. حاضر يا استاذ.
صفحة 127 يا شيخ طه. 127. احنا قلنا الدقة أهم حاجة. والأمانة العلمية نعم. في إثبات المصادر. طيب معايا صفحة 127 وصلت؟ نعم وصلنا. جميل. طب الهامش الأول يا شيخ طه. ينظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، أيوه مرجع سابق، الجزء الثالث صفحة 5. تمام. بردك في مرجع والتوقيف على مهمات التعاريف زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف ابن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المنوي القاهرة. كمل. أيوه. توفي 31. أيوه. عالم الكتب. عالم الكتب. نعم. أيوه. عبد الخالق ثروت القاهرة. يا راجل اتق الله. ده 38 شارع عبد الخالق ثروت دي تثبت ازاي في المراجع الشخصية؟ 38 شارع عبد الخالق ثروت. عنوان المكتبة يا انت بتدل عادي شفرة كاتبها. لا انت كتبته. لا الاهم بقى، الاهم يا شيخ طه من تحت كده. الله يكرمك السطر الثاني من اسفل اقرا مشكورا. الإيضاح في علوم البلاغة. لا مش في الشام، في المتن. في المتن. الى غير كما تقول. الأسف إلى غيره كما تقول. ايوه. ما حافظ إلا شاعر. جميل. فإن الغرض تخصيص حافظ بالشعر وقصره عليه. جميل. بحيث لا تعده إلى شيء معين بالذات هو الكتابة مثلا. هذا الشعر بقى. ده بس المهم كمل بس مش ده البتاع. وهذا لا ينافي أن له صفات أخرى كالخطابة. ممتاز يا شيخ طه. انت هامش رقم 1 من في الهامش؟ من؟ الإيضاح في علوم البلاغة. طب بذمتك وديانتك يا شيخ طه، القزويني اللي توفي سنة 800 هجرية كان عاصر حافظ إبراهيم وقال ما حافظ إلا شاعر؟ يا شيخ طه القزويني اللي مات قبل حافظ ب 400 500 600 سنة. فشوف انت خدت الكتاب ده منين وراجع واكتبه في المصدر اللي يقول القزويني تحدث عن حافظ ابراهيم. ده يبقى يعني من اعاجيب المعجزات اللي الزمان. لا يمكن هو بس يمكن حبس تاني عاصر. طب انا عند الهامش كتب القزويني، فانت شوف كده من اي مرجع حديث اخذته وتثبت لي القزويني في كلام يتحدث عن حافظ ابراهيم. يا سيدي حافظ تاني زي باكستاني كده. صفحة 27 يا دكتور اسامه. الراجل ده اسمه علي زين العابدين الحدادي، يعني يعني كان عنده حدادي يعني. لا الحدادي أو الحداد يعني الله أعلم. او يعني الحدادي من الحزن نعم خلاص. أكيد الحدادي. الحدادي يكون يا عم ما انت سايب ديت وسايب القزوين اللي التوثيق يا شيخ طه اكرمك الله. تمام اكرمك الله. طيب انت يعني عندك في اساليب القصر اشرت الى القصر بحروف العطف المخصوصه اللي هي لا وبل ولكن، وخصوصا بل ولكن لا يتحقق فيها القصر الا اذا سبقت بنفي. ماشي يا شيخ طه؟ ما حافظ كاتب لكن شاعر، ما مش عارف مين بل ما المنفلوطي شاعر بل لكن كاتب. يبقى لا بل ولكن ليتحقق فيها القصر لابد ان تسبق بنفي، على عكس لا طبعا لان لا نفي اصلا. انما انت هنا جبت بقى الحاجات اللي فيها بل ولكن دون ان تسبق بنفي واثبتها على انها قصر، ما فيهاش قصر على الاطلاق. يبقى الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. هل هنا قصر يا رجل؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ما فيهاش قصر، ده عطف للاضراب. انما القصر يتحقق في بل ولكن اذا سبقت بنفي، لانك تنفي شيئا ثم تضرب عنه او تستدرك عليه بالقصر. حاضر يا استاذ. حاضر. ليس حافظ بل شاوي. هنا القصر بحروف العطف. انا اقول لك يعني تمام يا شيخ في ذهنك. بل ولكن لابد ان تسبق بنفي عليه ليتحقق فيها القصر، انما لم تسبق فليس هناك قصر على الاطلاق يعني. وهنا برضه زي ما قلت لك ولكن ينزل بقدر ما يشاء، دي فيها قصر يا رجل. اللي هي صورة الشيء. يعني التزيين لانه بعباده خبير بصير، بعيد عن لكن خالص. ايوه يعني ماشي يا شيخ طه؟ نعم. هنا لكن هنا ليس فيها قصر لانها لم تسبق بنفي ولكن حرف استطراق. نعم. تمام؟ نعم. وفقك الله.
يا شيخ طه. وبرضه الاسلوب القاسم لا نكلف نفسا الا وسعها، ده برضه مش نهايه كلام فليس هنا تزييد، ده بدايه الجمله لا نكلف نفسا الا وسعها، وفي بقيه الايه كتيره وراها. فتحقق من الجداول اكرمك الله. برضه عندنا في خطا في نص قراني نصلحه واحنا ماشيين، صفحه 133 يا شيخ طه. كم يا أستاذ؟ رقم 15. ها قول. وما يجحد بآياتنا إلا كل جبار. لا ختار يا رب. نعم. ختار كفور، صح، ده في القرآن ما فيش فيه تهاون هذا. تمام؟ نعم. فيه معنى القيام، لكن هي لا كل جبار. لا ختار كفور، ما هو ماشي، ما هو ده خطأ القرآن. ما هو عموما الكلام يا طه يعني كده يعني كثير، ولكن احنا قلنا ايه يعني كده الاشياء يعني كده العموميات. نعم. أعد نظرا في الجداول المذكورة على طول الرسالة من أولها لآخرها لكي تحقق العنوان المذكور فوق الجدول. تمام؟ تمام. ما يقول لك دي على الرسالة كلها. لا تذكر إلا ما له صلة بالتسجيل، بمعنى أنه في نهاية جملة، في نهاية الآية، وليس أول آية حسب ما يتفق. تمام؟ وتوافق عنوان الجدول. تمام؟ ثم الدقة والأمانة في النقل عن المراجع. حاضر. ما جاء تختارها. الله يكرمك. ثم بعد ذلك يعني كده نرجو لك يعني التوفيق، وأن يكون مستقبلك العلمي يعني واعدا ومشرقا، وأن تنقح هذه الرسالة قبل أن تخرج إلى النور، حتى لأن هذا موضوع يتصل بكتاب الله عز وجل، وهو أمانة في يدك وفي أيدينا جميعا. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، ويرجع الميكروفون إلى السيد الرئيس. شكرا للأستاذ الدكتور أسامة البحيري على هذه الملاحظات القيمة التي أضافت إلى الدرس المفيد الذي قدمه الدكتور حسن طبل. والحقيقة الشيخ طه يعني من الأذكياء، ولكنه عجل. وأذكر أن المشرف الحقيقي له أخي الدكتور محمد الدسوقي راجعه في أشياء كثيرة، ولكن يبدو أنه يريد الحصول على العلاوة بأسرع ما يمكن. وأنا أريد له علاوات وأريد له ترقيات كثيرة، ولكن يجب ألا تخرج هذه الرسالة إلا منقحة ومختزلة وميسرة، بحيث تطرح على الناس فيرون فيها الإضافة المرجوة. أشكر أخي الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي الذي تحمل العبء الأكبر، أو تحمل العبء كله في الإشراف عليه ومتابعة الرسالة. وأترك له الآن الكلمة ليعقب على المناقشة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذا اللقاء العلمي لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى أستاذنا الدكتور حسن طبل، الأستاذ بكلية دار العلوم، أستاذ الدراسات البلاغية، وبخاصة البلاغة القرآنية، وكتبه بين أيدينا ننعم بها ونستفيد منها. زاده الله عمرا مديدا صحة وعافية.
وكذا أخي وصديقي العالم الأستاذ الدكتور أسامة البحيري، هو علم أيضا من أعلام الدراسات البلاغية ورائد الثقافة في وسط الدلتا. ولا يسعني أيضا إلا أن أعترف بالشرف بالمجاورة مع أستاذنا الدكتور حلمي القاعود، الذي دائما ما كان حليما عالما في توجيهاته ووصاياه للطالب. أيضا أشكر الأستاذ الدكتور عهدي السيسي الذي شرفنا بحضوره الكريم العالم المدقق، والتحية الخاصة للكاتب الكبير مختار عيسى، علم من أعلام الكتاب الكبار على مستوى الجمهورية، نائب رئيس اتحاد الكتاب، رائد من رواد الثقافة العربية. وقد حظي إبداعه بدراسة من الطالب الماثل أمامنا طه جمال، وأعلم أنه قد أجهده كثيرا لإعداده لرسالته للماجستير، وكان حليما كما أعلم، صبورا في توجيهاته وفي لقاءاته، فشكرا لعالمنا الكبير المبدع الشاعر القاص مختار عيسى. بالنسبة للسادة الحضور أهلا وسهلا بكم. بالنسبة للمصطلحات وتداخلها، قضية ساطعة في النقد القديم، وغرام المؤلفين بتعدد المصطلحات التي تشترك في شاهد واحد. هذه المصطلحات التي جاورت مصطلح البديع تتمس معه بشكل ما أو بآخر مثل الإغال والتكميل. ويكفينا أن نعرف أن ابن المعتز فنون علم البديع لا تكاد تتجاوز صابع اليد، حتى وصلت فيما بعد إلى مئات المصطلحات فيما بعد. والغريب أن الشاهد يوضع تحت أكثر من عنوان، فهناك تماس مع المصطلحات التذميم والإغال مع هذا المصطلح، إلا أن الطالب لم يكن حرفيا في إيجاد المصالحة بين هذه المصطلحات وعلاقتها بمصطلح الأساس عنده ومصطلح التزيين. التزيين في أنماط الجمل بطبيعتها تختلف في طرح المعنى، لذا كان تصرف الطالب في بعض الجمل لم ينتبه إلى الاهتمام بالمعنى الحاصل من وراء جملة التزيين وعلاقتها بما سبقها، وما الذي استفاده السياق واستفاده المعنى من هذا التزيين، إلا أنه كان يعني أقرب إلى الميكانيكية في رصد الظاهر. وقف الزملاء الأعزاء وأساتذتنا عن الجملة الخبرية حين تخرج عن دلالتها القرية إلى دلالات بلاغية، منها الأمر مثلا والوالدات يرضعن أولاد أي أرضعن إلى الأمر، وهذا الكلام معروف في الدرس البلاغي. وهذا الأمر يتمس مع الجملة الطلبية في الخروج عن حيز السطح اللغوي، وتصل الجملة الطلبية ذات تركيب لغوي مخصوص. معلوم أني وقفت مع الطالب في تحليل بعض النماذج ليتعلم منها، وهذا البتر في بنية الآيات والإبقاء على مواطن الشاهد يحتاج إلى مراجعة. أيضا وقفنا عند قوله تعالى في سورة النمل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا، تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. مظبوط كده؟ في سورة الروم في رابط: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لو احنا قدمنا وأخرنا في أسلوب الشرط
يعني قلنا إذا ولوا مدبرين فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. يبقى هناك ارتباط، ويزول من وجهة نظري ما حدث من حوار حول هذه الآية. هذه يا طه كده صفحة 86، حاجة بسيطة كده، عشان أنا قلت لك إيه صفحة 86 يعني في 84 86. أنا قلت لك إيه يا طه؟ قلت لك لا تكتفي بشاهد واحد. نعم. صح؟ حصل. نعم. طب اللي أنت عملته هنا بقى، أولا ترقيم واحد ده معناه إن في 2 و3 و4 و5. فين 2؟ ولماذا وقفت عند شاهد واحد؟ طبعا دي نتيجة السرعة. عينك مش هتزيد إلا 5 جنيه باين ولا من عارف؟ لا شوية. علاوة 5 جنيه دي ولا من عارف 10 جنيه ولا؟ فيعني مش إيه يعني شهرين 3 تتأخروا ب 15 جنيه ادالهم لك، وكنت يعني تمهلت فيما بين يديك. ايدك لسه عندك. فده يتعدل، بلاش واحد، زي ما في واحد هيبقى فيه. أيضا يعني أثني على ما استدركه أستاذنا الدكتور حسن وأخي وصديقي الأستاذ الدكتور أسامة عن أن هذا البتر في إطار النماذج يجعلها كأنها غريبة وغير مستقرة، فيجب النظر في هذه الشواهد في إطار نص الآية كامل حتى يطمئن القارئ على علاقة التالي بالسابق، كيف أفادت جملة التأزيل وإلى آخره. يعني هذا يعني ما وددت أن أقوله، والطالب يظل يتعلم ونحن نتعلم، وفي النهاية أشكر لأساتذتنا مدى ما تحملوه من عبء النظر في هذا السفر من الذي يختص بالدراسات القرآنية. والكلمة مع أستاذنا الدكتور حلمي ليرى الآتي. شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدسوقي المشرف الحقيقي والذي تحمل العبء الكبير أو العبء كله في الإشراف على هذه الرسالة والتعامل مع الطالب بكل تفصيلاتها تقريبا. حضر الأستاذ الدكتور عهدي ولم نتمكن من الترحيب به، فنرحب به وهو العروضي الذي نرجع إليه في حسم بعض القضايا العروضية، ومن أهم الدارسين للعروض في جامعاتنا، ونتمنى إن شاء الله له التوفيق في هذا المجال ليصل إلى ما نفاخر به دائما في مجال علم العروض والقافية. بعد هذه المناقشة وبعد هذه الدروس المفيدة ستخلو اللجنة للمداولة، ونأمل من الحضور مشكورين أن يتركونا قليلا ثم يعودون بعد ذلك لسماع الحكم. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة طنطا، كلية الآداب، إدارة الدراسات العليا.
قرار لجنة الحكم والمناقشة في تمام الساعة 11 صباحا يوم الخميس الموافق 18/8/2022. اجتمعت اللجنة المشكلة من حلمي محمد القاعود، الأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي، الأستاذ الدكتور حسن جاب طبل، الأستاذ الدكتور أسامة محمد البحيري، وذلك لمناقشة الطالب طه محمد أسعد محمد الجمال في الرسالة المقدمة منه لنيل درجة الدكتوراه في الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها، شعبة أدب ونقد، وموضوعها التذييل وأثره في التماسك النصي في الصور المكية أنموذجا. وبعد المناقشة علنا بقاعة المناقشات بالكلية والاطلاع على لوائح الكلية الخاصة بمنح درجة الدكتوراه، وبعد المداولة قررت اللجنة أن الطالب طه محمد أسعد محمد الجمال يستحق أن يمنح درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها، شعبة أدب ونقد، بتقدير مرتبة الشرف الأولى. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني. درست العلم والأدب فقه الشرع قواني، درست العلم والأدب فقه الشرع قواني. علوم الدين والدنيا تعانقني وتهواني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أقول الحق لا أخشى عدوا عنه ينهاني، لواء الدين أرفعه وأستقوي بإخواني. هوان العرب أرقني وبأس الغرب آذاني، هوان العرب أرقني وبأس الغرب آذاني. وصمت القوم آلمني وجرح العز أدماني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. دياري يا لغربتها وقلبي مثقل عاني، وجامعتي لها سبق إلى الآفاق أعلاني.
تصدى صرح عزتها ولكني أنا الباني، تصدى صرح عزتها ولكني أنا الباني. حماة الحق مدرستي ورد الظلم عنواني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا شمس أنا قمر أنا قطف الهدى الداني، أنا سيف أنا قلم أنا ري لظمآني. أنا شمس أنا قمر أنا قطف الهدى الداني، أنا سيف أنا قلم أنا ري لظمآني. ربوع العلم تعرفني وفي المحراب تلقاني، ربوع العلم تعرفني وفي المحراب تلقاني. ويوم الحرب عاصفة تدمر ما بنى الجاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني.